عندنا شركة لوجيستكس كبيرة موجود لها 3 فروع، فرع في مصر وفرع في الإمارات وفرع في عمان. جوه الشركة ديت في 9 بزنس لاينز مختلفة، 9 خدمات مختلفة، كل خدمة بتقدم حتة معينة. في خدمة منهم تعتبر هي 70 أو 80% من التوتال ريفينيو بتاعت الشركة. تمام؟ جوه الخدمة ديت فيها بعض الحاجات، من ضمن الحاجات ديت إن في عميل لما بيعوز الخدمة دي من الشركة بيبعت إيميل او بيبعت رساله واتساب على رقم معين عشان عاوز الخدمه دي. الخدمه دي عباره عن خدمه لازم الشركه تقدر عاوزه تجيب عرض سعر من الخطوط الملاحيه. تمام؟ طيب الشركه عندها اكونت على الخط على 14 خط ملاحي موجودين. عشان يجيب عرض السعر للعميل بيعمل ايه؟ في كرياتيريا معينه او وصف معين، بيبقى عارف ان الريكوست بتاع العميل ده لازم يتعمل بطلب معين يتبعت على خط ملاحي معين عشان يجيب له عرض السعر. بعد ما عرض السعر بيتبعت للخط الملاحي بيبدا الخط الملاحي يرد. هو بيبعت الى 3 أو 4 خطوط ملاحيه، ما بيبعتش لل 14، بيجيب عروض اسعار من 3 أو 4. بعد كده ما بياخد الاربعه بيجي ياخد افضل سعر ويقوم رادد على العميل بالايه؟ بالسعر. طيب تخيل ان انت لو عندك بيجي لك 300 400 ايميل في اليوم، 300 او 400 ايميل في اليوم ل 300 400 ريكويست. تمام؟ طيب معنى كده 300 ايميل في اليوم، 300 ايميل ورساله. على فكره الرقم ده ريزنبل، انا مش مأفور، يعني هو فعلا 300 ايميل او رساله في اليوم. تمام؟ مش كل الناس بتشتري طبعا، ممكن يكون مثلا 5% او 10% من بيشتروا بس في 300 رساله بتيجي في اليوم. خلاص؟ بيتبعت كام هنا؟ بنضرب في 3 أو 4. احنا قلنا هنبعت 3 أو 4 ايميلات، لا 3 أو 4 خطوط ملاحيه، يعني معنى كده ان احنا بنبعت تقريبا 1000 ايميل للخطوط الملاحيه. ده 1000 ايميل في اليوم، يعني كم ميل في الشهر؟ 30000 ايميل في الشهر. يعني هنا في الشهر 30000 ايميل. تخيل الهيدك اللي ممكن يحصل على الشركه والناس اللي شغاله. طيب لما هنا بيرد اللي بيحصل ان الخطوط الملاحيه بترد، فمعنى كده ان انت بعت 1000 ايميل، استقبلت 1000 ايميل في اليوم ب 30000 ايميل في الشهر. تمام؟ خد بقى ال 30000 ال 1000 ايميل ده فلترهم وخد كل ايميل ورد على العميل المناسب. تمام؟ هيدك رهيب، فلوس بتضيع، اكيد ايميلات بتقع في النص، خط ملاحي ما ردش، ما عملتش فولو اب، لان طبعا انا مش هينفع اعمل فولو اب. اعمل فولو اب على ايه وعلى إيه؟ حتى لو كنت معين 5 6 10 اشخاص في الشركه ديت مش هعرف برضه فولو اب. طيب لو انا دلوقتي عندي مايكروسوفت 365، ايه اللي اقدر اعمله بان انا احل حاجه زي كده؟ وقف الفيديو، فكر معايا وارجع لي تاني. طيب بعد ما فكرت نقدر نعمل ايه؟ طب لو احنا رجعت بالزمن لورا سنتين هقدر اقول لك انا هستخدم بتكنولوجيا معينه، لكن دلوقتي ما عادش ينفع اقول ابعد عن الاي اي. لازم دايما افكر الاي اي ازاي ممكن يدخل ويحل لي جزء من المشكله. قبل سنتين ما كنتش هقول الكلام ده، لكن دلوقتي انا هقول الكلام ده. تمام؟ احنا الموضوع ده هنستخدم فيه مجموعه من التكنولوجيز والتول جوه مايكروسوفت 365. احنا اتفقنا عندنا مايكروسوفت 365. تمام؟ عاوزين نحل المشكله، نحلها ازاي؟ هنستخدم 3 حاجات. اول حاجه هنستخدم الشير بوينت. تمام؟ تاني حاجه هنستخدم الار بي اي. تمام؟ تالت حاجه هنستخدم الاي اي. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل ان انا هقوم جاي عامل ورك فلو على الايميل وعلى الباور اوتوميت على الايميل والواتساب بالباور اوتوميت. اول ما استقبل الريكوست هقوم بعته لاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت هيبدا يفهم الريكوست، يبدا يفنطه، يبدا يجهز ايميل يتناسب مع طلب العميل ويبعته لل3 خطوط الملاحيه اللي موجوده. مش الايجنت اللي هيبعته. الايجنت هنا الاي اي بيعمل ايه؟ هو مجرد بيحلل الكلام، يفهم طلب العميل، يبدا يجهز كونتنت لايميل عشان يتبعت لمين؟ للخط الملاحي. مين اللي بيبعت؟ اللي بيبعت الباور اوتوميت، مش الاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت بيكلم تول اي اوتوميشن تبعت الباور اوتوميت يبعت الكلام ده. طيب الريكوست تسيف فين؟ انا لازم يكون عندي ريبوزيتوري او مكان يتسيف فيه. لازم لما العميل يبعت الايميل
ويبدا يشتغل لازم يتحط على الشير بوينت الاول عشان ينيشيت الورك فلو، عشان يبقى عندي حاجه بتقول ان انا جالي ايميل او جالي رساله واتساب. لان لو ما عنديش مكان يسيف فيه بعد فتره، بعد شهر 2 3، فين الريكوستات، فين الطلب، فين اللي اتبعت، ما حدش عارف. لازم احط الاول الريكوست على الشير بوينت، بعد كده الاي اي ايجنت يشتغل يفهم الايميل، يجهز الايميل، يبعت الايميل للخط الملاحي. بعد كده بيبعت الايميل بخط ملاحي على سبجكت باي دي معين او بسبجكت معين. بعد كده لما الخط الملاحي يرد على طول الباور اوتوميت هيلسن على الايميل، هيعرف ان الايميل ده رد على الريكوست الفلاني. يبدا الريكوست ده هيجي لي ميل واثنين وثلاثه. اول ما يجي لي 3 ايميلات هقوم باعتين ال3 ايميلات للاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت يبدا يفهم الكونتنت، يجي يشوف افضل خط ملاحي بافضل عرض سعر، يحط المارجن بتاعك اللي انت قلت له عليه. بعد كده يبعت الريكوست للباور اوتوميت، الباور اوتوميت يقوم باعت الايميل للعميل بالسعر الجديد. كده انا عملت ايه؟ كده انا لغيت العامل البشري تماما من الموضوع، واتاكدت ان اي طلب من العميل اترد عليه واتبعت للخط الملاحي، والخط الملاحي اترد عليه. وحتى لو ما ردش الخط الملاحي، يعني انا ممكن ازود خطوه كمان، ممكن اقول على الباور اوتوميت لو الخط الملاحي ما ردش عليك في خلال يوم، ابعت له ريمايندر، قول له ابعت لي ريكويست، ابعت لي الساعه لغايه ما يرد عليا. ولما ما يردش لسبب او لاخر، ممكن اعمل اسكليشن لصاحب الشركه او لموظف معين عشان يشوف هو الخط الملاحي ما ردش ليه. يمكن يكون الريكوست فيه مشكله، يمكن يكون الريكوست فيه غلط، يمكن يكون العميل طلب حاجه غريبه. تمام. ولو الاي اي في بعض الاحيان برضه خد بالك، لان ممكن العميل يكون بيبعت اي كلام. تمام. ممكن ادرب الاي اي ان هو لما يجي يحس ان الكونتنت محتواه مش مظبوط، يبعت ايميل بالباور اوتوميت لموظف معين يقول له خد بالك انا المحتوى الايميل ده مش عاجبني، العميل طلب حاجه غريبه. تمام. وفرت وقت، وفرت مجهود، عملت تراك كبير جدا للشركه، وفرت ملايين الدولارات للشركه، واتاكدت ان كل عميل رد عليه كاستمر ساتسفاكشن عالي جدا. مفيش اي اوبورتونيتي ممكن كانت تجي لي انا ما مسكتهاش. تمام. احنا طبعا شفنا احنا هنا طبعا الشركه دي فيها تفاصيل كتيره، بس احنا خدنا البيزنس كيس ديت زي ما احنا متعودين. احنا بناخد بيزنس كيس، بنشرحها، بنحللها، بنشوف ازاي نقدر نستخدم المايكروسوفت 365 عشان نحل المشكله دي. لو عندك اي بيزنس كيس، البيزنس كيس دي معقده فيها مشاكل، ابعتها لي، هناخدها نرسمها على السبوره، نحللها مع بعض ونشوف حلها ازاي بمايكروسوفت 365 تكنولوجي.